استكمالا لسلسله المنتجات اللي معانا ومشعلينا اللي بدأناها كبدائل لمنتجات المقاطعه. فيديو النهارده هيكون خاص بالسان سكرين او واقي الشمس. واقي الشمس حاجه ضروريه ان احنا نستخدمها لان ده هيحمينا من اشعه الشمس الضاره زي اليو في اي اللي لما بتخترق طبقات الجلد دي مسؤوله عن ظهور علامات تقدم السن والتجاعيد. مش بس كده، كمان اليو في بي لما بتخترق طبقات الجلد مسؤوله عن ظهور حروق وتصبغات في الجلد. عشان كده مهم جدا ان احنا نستخدم السان سكرين بتاعنا. وقبل ما نتكلم في المنتجات اللي معانا النهارده حابه افكركم ان المنتجات دي هي اللي المفروض نقطعها. اول منتج معانا من درماتيك، وده بيتميز ان هو مناسب لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه. هيقلل من لمعان البشره اللي دايما بيعانوا منه. مش بس كده، قوامه خفيف تقدري تفرديه على بشرتك بكل سهوله. تاني منتج معانا هو الاليجون. اليجون منزلين جل خاص لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه، كمان منزلين سبراي وده تقدري تستخدميه على الميك اب، بس مشكلته ان هو بيسبب شويه حساسيه فاستخدميه بحذر. مش بس كده، كمان منزلين اليجون افتر سان، وده عباره عن جل تقدري تستخدميه بعد التعرض لاشعه الشمس. ثالث سان سكرين معانا من انفينيتي، ودول منزلين 3 حاجات: لوشن خاص باصحاب البشره الجافه، تاني حاجه جل خاص باصحاب البشره الدهنيه، تالت حاجه سبراي خاص بكل انواع البشره وكمان البشره الحساسه، كمان تقدري تستخدميه كوجه او جسم. الثلاثه دول بيتميزوا ان قوامهم خفيف، امتصاصهم سريع، تقدري تجدديهم بعد كل ساعتين. رابع منتج معانا من دراكو، ودول منزلين جل كريم وكمان سبراي مناسبين لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه، والسبراي مناسب لكل انواع البشره. خامس منتج معانا من كوزمو ابي، وده بيتميز ان امتصاصه سريع وقوامه حلو وكانت ريفيوهات الناس عنه كويسه. اما سادس منتج معانا هو من كولاجرا، امتصاصه حلو وحمايته كويسه، بس للاسف فيه مشكله ان انت بتاخدي وقت عقبال ما تفرديه، وكمان غير مناسب لاصحاب البشره اللي بتعرق جامد جدا لانه شويه تقيل على البشره. سابع وثامن منتج معانا من الكليو سكين سايد، دول بيتميزوا ان قوامهم خفيف وامتصاصهم سريع. مش بس كده، كمان غنيين بالترطيب بسبب الهيالورونيك اسيد او النياسيناميد اللي موجود في كل منتج من الاثنين. تاسع منتج معانا من بوبي، ودول منزلين اكتر من حاجه سواء الجل او الكريم او الاكسترا لايتنج جل، وده بيتميز انه هيعالج البقع الداكنه وكمان يقلل من ظهورها. عاشر منتج معانا من ديرما بوند، وده بيتميز ان فيه فلاتر كيميائيه وفلاتر فيزيائيه، مناسب لكل انواع البشرات، ترطيبه حلو، قوامه كويس، امتصاصه سريع. ولو بشرتك جافه فوقايات الشمس دي مناسبه جدا ليكي. يوفي برو ونانو تريتو وديرما اكتيف سولير، دول بيتميزوا ان ترطيبهم حلو جدا لاصحاب البشره الجافه. اخر منتجين معانا البيز لاين والايفا. البيز لاين بيتميز ان في نوع منه تنتد، قوامه حلو، امتصاصه سريع، مناسب لاصحاب البشره الحساسه، تقدري تستخدميه على الوجه والجسم. اما ايفا سان سكرين فده سعره حلو جدا ومناسب، وكمان ريفيوهات الناس عنه كانت كويسه. مشكلته حاجه واحده، ان هو بيسيب سنه لمعان على البشره، فده غير مناسب لاصحاب البشره الدهنيه، ولان عاده الاطفال هيكونوا بحاجه ان هم يتعرضوا للشمس عشان فيتامين د عندهم. فمن المنتجات البديله معانا النهارده اول واحد بنانا بوت كيتس سان سكرين لوشن اس بي اف 50، وده مناسب لبشره الاطفال الحساسه وكمان مقاوم للماء. تاني واحد معانا لونا سان كيتس. تالت واحد معانا سوبر كيتس سان سكرين لوشن، وده بيستخدم من عمر 6 شهور. اما رابع واحد معانا هو بلانكي سان سكرين وفاكيشن كيتس، ودول مناسبين من عمر 3 سنوات. اما سادس واحد معانا هو بوبي كيدز. سابع واحد معانا يوفي برو كيدز سبراي من انتاج شركه حياه. تامن واخر واحد معانا ايفا سان سي كيدز. كل دول بيتميزوا ان هم مناسبين جدا لبشره الاطفال وكمان امتصاصهم حلو. وبكده يكون كلامنا خلص بفيديو النهارده. انتظرونا فيديوهات تانية كتير.